السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ انا جاي النهارده اقول لك ازاي تكون عادة جديدة. في 5 خطوات عشان تكون العادة ديت. تعال ناخد مثال عشان نطبق عليهم ال5 خطوات دول. المثال هو هيكون تكوين عادة القراءة. اول خطوة معانا ان انت تبدأ بحاجة صغيرة. كمثال الصفحة، تحدد صفحة تقرأ منها، يعني في كتاب معين انت تقرأه، ما قدرتش الصفحة تخليها نص صفحة، ما قدرتش اقرا سطر واحد على الأقل. ده يعني أقل القليل والله العظيم. بس المهم إن أنت تبدأ في تكوين العادة ديت أو أي عادة أنت عايز تبدأها بإذن الله. تاني خطوة إن أنت تستمر، لأن الاستمرار هو المفتاح في أي تكوين عادة وأي حاجة والله عشان تلاقي نتيجة، والاستمرارية هي النجاح. تالت خطوة إن أنت تكافئ نفسك، تكافئ نفسك بأي حاجة أنت بتحبها. يعني كمثال تستمر عليها لمدة أسبوع، في نهاية الأسبوع تكلم نفسك وتقول لها أنا يا نفسي عشان أنتي تعبتي واجتهدتي والتزمتي بالعادة ديت، فهكافئك بالعادة ديت أو بالمكافأة اللي أنت بتحبها ولازم تكون يعني حاجة أنت بتحبها ونفسك فيها. وتاني أو حاجة عادية برضو، يعني المهم أنت بس تكافئ نفسك بأي حاجة عشان العادة اللي أنت التزمت بيها ديت. احنا وصلنا ديت تالت واحدة. رابع واحدة ان انت يا سلام لو انت عندك صاحب يعني يساعدك عشان تكون العادة ديت بس. وكمان اخر خطوة خالص ان انت لازم تحدد لها وقت في اليوم، برضو زي اللي هي عادة القراءة، يعني لازم تحدد لها وقت عشان تقراها كل يوم وتستمر عليها بإذن الله. وختاما ما تنساش ان ربنا في ظهرك، وصلي على النبي قبل ما تطلع من الفيديو عليه افضل الصلاة والسلام. السلام عليكم.